يلا بينا يلا. يلا بينا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلوا معنا يا جماعة. اتفضلوا معانا يا ايه جماعة. رأيكم بقى في الأكل الجميل ده؟ رأيكم ايه؟ أنا عايزة رأيك. قاعد يشم في الأكل ويقول ريحة الأكل جايبة وأنا جاية على السلم. الله. أدوق أدوق أدوق. بسم الله يا جماعة اتفضلوا معايا. نخلي البصل. ده بنت حطالة اتنين لا. مظبطة لك الدنيا أهو. أنا قلت للذكر مثل حظ الأنثيين. اتفضل. الله يا جماعة على الجمال والروايح. الله الله. هات كوباية ماء بقى يا قلبي. اتفضلوا معانا كده يا جماعة. واللي لسه ما حطش لايك للفيديو ينزل بسرعة يحط لايك، فعل الجرس واشترك في القناة عشان يوصل لنا كل كومنت كده حلو منكم. اتفضلوا معانا بقى. يلا يا قلبي. شكل الرز بتاعك خطير خطير. الرز بس؟ الرز الرز والسمك حاجة روعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله. الرز الصيادية. الله يا سيدي يا سيدي. الله انت الله. بنتي اسماء شيف محترمة. لا ما تفضلش تبص ايدي بقى قدام الناس عشان بقول لي بقول لك ايه؟ اللي يقولوا لي يا قلبي انا ببوس ايدك يا قلبي. تحرمش منك ابدا، يخليك ليا يا رب. الأكلة دي بصراحة ويخلي لكم برضو. الأكلة دي كانت محتاجة هاجر معانا لأن هاجر بتحب البتاع. بص نعمله اما تيجي. لما تيجي لازم نعملها. بسم الله الرحمن الرحيم. بس هاجر بقى عندها اليومين دولت دروس بقى والمدارس بعد كذا يوم. الرز يفهم قوي في كده. الرز طعم ولا السمك؟ اما دوق السمك. اللي عايز يا جماعة طريقة الرز الصيادية والسمك السنجاري نخش على قناة خليكي معايا. الله. ندخل على قناة خليكي معايا. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحلى حاجة التحبيشة اللي فوق دي. هو لازم السمك السنجاري بقى وجماله. الله. بالخلطة الرهيبة بقى. بسم الله. سلام بقى. تقوم مفرقعة لي كده ونص الليمونة دي. كنت بقول لي الأسماء اعملي لي معاها طحينة بتقول لي لا. ما بحبش انا السمك مع طحينة. ده دي بيبقى مع الطحينة بقى. لا. يا وش. الأكلة دي عايزة المخلل والبصل والسلطة. ما الحق يا جماعة السنجاري بيتاكل معاه طحينة؟ مع السمك. ما جربتش قبل كده. أنا أكلت اسكندرية في مطعم. ده بقى الأكلة دي في المطعم تدفعوا بقى فيها شيء وشوية. ليه ما احنا نعملها في بيتنا وضامنين نظافتها وطعمها وما بتاخدش وقت خالص. بصراحة الطعم ده غير التاني كتير. يعني انا بادئه طبيخ بعد ما شريفي جه من الشغل كمان ما خدش حاجه معايا. الله. لا بصراحة يا قلبي تسلم ايدك. عاجبك بجد؟ والله العظيم عاجبني أوي أوي. مش شكرانية يا جماعة اللي أنا بشكر في مراتي والله ولا حاجة، بس بصراحة طعم الأكل روعة. أقرب طريق لقلب جوزك معديته شبعتي راح تبقي كل دنيته. طبعا يا قلبي انت كل دنيتي من غير أي حاجة. دي أغنية فاطمة عيد. ليه غير؟ اسمعوا كلام فاطمة عيد يا جماعة. رهيب. بص يا حبيبي اقول لك كلمه. كل الرجاله بتحب برضو ايه
يعني اللقمة الحلوة. فعلا. بيتهيألي كل الرجالة يعني يعني بيحبوا مثلا يعني الراجل بيحب مراته طبعا تطبخ له طبخة حلوة، يبقى جاي من الشغل حاجة ترم عظمه. يتلاقى لقمة حلوة كده يعني. أول حاجة عندهم يتلاقى لقمة حلوة مش شرط اللقمة يا حبيبي. كلمة حلوة، مقابلة حلوة. كلمة حلوة. من واحدة لما تلاقي مثلا جوزها جاي كده وتقابله كده عند الباب كده تسلم عليه كده، دي حاجة عند الراحل حاجة تانية طبعا. مش أول ما تشوف جوزك تجري تستخبي في المطبخ فاكر؟ كان في واحدة بتقولك ايه، جوزك شغال نفس الشغلانة اللي جوزه شغالها. واحدة من حبايبي واخواتي المتابعين بتقولي جوزي يا اسماء شغال نفس الشغلانة اللي جوزك شغالها. يا رب تكون سامعاني دلوقتي. بتقول ببقى جاي على اخره، يعني انا ساعة ما بشوفه جاي من الباب بدخل استخبى في المطبخ ضحكت اول ما قرأت الكومنت ده. هو بصوا يعني اللي بيسافر بعيد السواقه وكده يا جماعه بتبقى ايه، عايزه تركيز، فالتركيز ده بيبقى يضغط الواحد، ما يركز لفتره طويله بيبقى يضغطه. فممكن بقى مثلا خلقه ضيق، اللي ماشي على طريق ده ممكن يجي العجله مش عارفه عايزه تتغير يا شريف العجله عايزه تتغير، لا الفرده نامت، لا بما ان العجل عشان لسه جايبين ديسكاونت 15,000 جنيه بما ان لسه جايبين كوتشات ب 15,000 جنيه فاللي ماشي على الطريق ده يعني ربنا يسترها معاهم يا رب. ربنا يسترها، ربنا يسترها معانا ومع كل المسلمين اهم أجمعين. حاجه ربنا ينجيهم في طريقهم، اهم حاجه. كل حاجه بقى بتتعوض بعد كده. احسن من كنوز الدنيا. قلت لي اعملي بصل يا اسماء، باكله والله. ما كنتش هعمل بصل وقال لي اعملي بصل. ازاي الاكله دي تعدي من غير بصل؟ هو الاسماك عموما يعني عايزه بصل. هو بصراحه البصل غالي بس مش اشكال. يعني هو البصل بس اللي غالي؟ ده كل حاجه، ما فيش حاجه اسمها ما عادتش غاليه، كل حاجه عادت غاليه. والله ربنا يعين كل واحد. الرز ده مش عايز اي حاجه جنبه. صح؟ طعمه اصلا جميل قوي. على فكره انا من النوع اللي ماليش تقول على الرز الصياديه، بس حبيته النهارده مش عارفه ليه، كان عشان ما اكلتوش من زمان. اللون البني بتاعه كده بيفتح النفس. عارفه كمان احلى حاجه عاملاها ايه؟ ان انت عامله البتاع ده سنجاري. السمك بحبه انا كده قوي. طبعا متبله السمكه بقى، فضلت متبلاها شويه قبل ما احطها في الفرن عشان لحم السمكية كده يشرب من التتبيلة. اسماء اكل طعم بصراحه، طعم بألف هنا. عايزين نجيب كنابيت تعملها لنا كده. تحبها انت كده صح؟ لا بتحبش الكنابيت قد كده. لا كنبت اللي هي البول يعني ممكن اكلها سنجاري او اكلها
مشوية، بس مشوية اللي هي ايه يا جماعة، ناشفة. انا بحب السمكة فصها يبقى ناشف، بحبها اللي هي مشوية قوي، لونها يكون غامق كده، مش غامق ان هي محروقة، لا بحبها بحبها ميبقاش او ناشفة. ناشفة، ما فيهاش حتة بيضة، علشان بحبها ناشفة حتى السمك. عشان فصها يبقى ناشف كده، مبحبش السمك اللي فصه طري. فهو اصلا السمك البوري بطبعه مرق يبقى شويه. ناعم. فصه ناعم كده، عشان كده ماليش تقل عليه. بس اخر مره واكلينه مشوي كان بصراحه اول مره اكل سمك بوري مشوي احبه كده. كان ناشف وكان طعمه بقى. وانت لو جبت لنا مشوي هات من عند نفس الراجل، ونفس الراجل اللي يشويه كان يخليه جميل بصراحه. أنا بشوف سمكة قد كده على الطريق، عايز بقى أجيبها لي. اعمل بها ايه؟ لا خليها لهم. تبقى قد كده. طب كل السمكه دي عشان مش عايزه اكل بقى. من ده يعني لو كلت الحتة دي مع لا اللقمة عشان ده خاطري. حرام عليها بهدلها. امال هعمل فيها ايه؟ يعني هالوقت تاني. ما انت هترجع تقول لي مش واكل اكل باين. يما في الأيام دي اللي ما نحتاجش لوشه ايوه، نحتاج لقفاه. اشهدوا يا جماعه ليه؟ عشان بقى مثلا بقى اكل هو اللي بيخليني ماكلوش. في الأيام ديت اللي ما نحتاجش لوشه يا جماعة نحتاج لقفاه. بصراحه السمكه كفيله ان هي تشبع. كفيلة. كمان انت ضحك عليا، يعني انا طبق الرز الكبير واخده الصغير. انا قلت لك بالذكر مثل حظ الانثيين. يعني ايه بقى؟ يعني الراجل بياكل اكتر في كل حاجه يعني. هو ربنا ذكر في القران الذكر مثل حظ الانثيين، عشان مثلا ما يكون في ميراث، مش الراجل لو مثلا البنت خدت مثلا قيراط الراجل ياخد قيراطين، فاهمني؟ اقصد كده يعني. ففي الاكل برضو نفس النظام. الفيلم اللي شغال ده فيلم جميل. بس انا قاعد مركز مع الفيلم. كل كل يا حبيبي كل. فاكر. السمكة دي عينها بحالها. متأكد يعني مش هتترمى في كلها ايام صعبة كلها بكرة. ماشي خلاص اتفقنا. ريحني من الغدا بكرة بقى. مم. انا عن نفسي ممكن اتغدى اي حاجة، اي حاجة عادي، لو سندوتش. هنقسمها علينا احنا الاتنين. لا اتغدى انت سمك يا روحي، اقوم طبخلك لقمة رز واعمل لك بقى سلطة وبتاع واتغدى انت. وانا بص اكل اي حاجة، المهم اليوم يعدي يا حبيبي. انا كل يوم اعمل ايه؟ كل يوم محتارة. كويس الحمد لله يريحني يوم. لا يعني مش بكرة. لا ما عشان تبقى لسه حلوة. اسبوع كده ولا حاجة. اسبوع يعني عايز ارميها بقى. اسبوع كده. طب ساعدني في السمكة دي. انا عايز اللي يساعدني. كل لقمة الرز دي انا لسه اقول لك عايز اللي يساعدنا في لقمة الرز دي. كلها لا ما لسه. عادش شاط. ما عادش الا بقى اهو كله. حاسة ان انا خلاص. كان كريم بيقول لي اسماء تيجي نعمل تحدي على السمك،
قلت له هما 3 سمكات، تحدي ازاي؟ كنا هنقسمهم 1.5 و1.5. ما ينفعش. لو كانوا 4 سمكات كنت اقول لك مرة تانية نعملها لك تحدي. ويوم الأيام جاية كتير. وبصراحة الدنيا بصراحة يعني الدنيا صعب. لا بصراحة يعني انا بحب اكل براحتي كده. التحدي بيبقى صعب. ما انت عاملين التحدي بالراحة. ازاي يعني؟ هسيبك تاكلي لما تخلص. التحدي بيبقى صعب، عايز الواحد ياكل بسرعة وياكل انا ما كمية. بنساش التحدي اللي انا عملته مع احمد اخوك اهو، بتاع الضوافر؟ لا بتاع الكباب. بتاع الكباب بس كان حلو، الكباب كان جميل. فاكرة تحدي الحمام لما طلع يجري مني؟ اه دلوقتي العب بيعمل معاه تحدي مكسبنيش. مش قوي يعني. كسبتك مرة، ما انت كسبانة قبل مني 4-5 مرات. حصلش ده، انا كسبك بس يوم تحدي السمك اللي كان صينية. وقبل مني في تحدي الكشري المصري. اللي كنت كسبتك في الكشري؟ اه لا. كسباني. انا كسبك في الكشري؟ لا لا لا. كسباني. لا مش معقول. لا. وخسرتني يوم تحدي الليب. يوم تحدي اللب احنا كنا خسرانين؟ ايه؟ يوم ما يوم ما صح. تعاقبنا اللي بالخلطات. كنا عاملينه عند شيماء. شيماء اختي اللي رهيبة في تقليد قطاطا دي. رهيبة. مشكلة ان انت عارفين انا لو عندي الموهبة دي اللي عند شيماء كنت عملت لكم فيديوهات حلوة والله. شيماء عندها موهبة فظيعة ان هي بتقلد يعني المقاطع الكوميدية دي. وعلى فكرة انت كنت حلو معاها يومها. فاكرين تحدي اللب اللي كان حلو انت بتقلد، يعني بتقلد الراجل فاكرين تحدي اللب اللي كان قبل الخطوبة؟ اللي كان جاي لها بالعمرة دي. فاكرة؟ هو ده يتنسى؟ شريف باشا بنطلوني. الحمد لله. الحمد لله، فضل ونعمة من عند ربنا. الحمد لله رب العالمين. ربنا يدومها علينا نعمة على المسلمين يا رب. والعالمين. مع الناس كلها، لان احنا في ناس بتتفرج علينا مسيحيين وبيزعلوا ان مثلا بنقول المسلمين بس هي كلمة في لساننا يا جماعة، لكن احنا كلنا اخوات وكلنا تحت سقف واحد، واللي اللي ساري علينا ساري عليكم يعني. انا كنت مش عارفة بقول في فيديو ربنا يرخي قوت المسلمين، ففي ناس زعلوا مني ويا اسماء وقالوا لنا يا اسماء بنحبك وبندعي لكم برضه، انتوا ما بتدعولناش ليه؟ انت بتقول يا رب ارخي قوت المسلمين بس، طب ما احنا كلنا يعني، ما انا بقول احنا كلنا يعني تحت سقف واحد، والغلاء اللي ساير علينا ساير عليكم وساير على الكل يعني. فربنا يرخي قوت الجميع يا رب ويسترها معانا جميعا يا رب. كل متابعينا وحبايبنا على راسنا من فوق والله. يلا يا جماعه اشوفكم في فيديو جديد. اقوم اشيل الاكل ده بقى نشرب كوبايه شاي معتبره. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سيبكم في رعايه الله، مع الف سلامه. سلام.